تعال نطبقها بمثال نظيف زي اللي بيحصل في دول زي مصر. مستثمر يدخل 100 مليون دولار، يحولهم لعملة محلية، وبعدين يشتري أذون سندات بعائد عالي، خلينا نقول 25%. بعد سنة فلوسه بالعملة المحلية كبرت 25%. بس السؤال الحقيقي مش كسب كام محلي، السؤال لما يرجعهم دولار هيطلع ربحان ولا خسران؟ لو سعر الصرف ثابت، ال100 مليون يبقوا 125 مليون دولار. تمام. طب لو العملة نزلت 10%، مكسبه بالدولار يقل قوي. ولو العملة نزلت تقريبا 25%، ممكن يوصل لبريك ايفن، لا كاسب ولا خسر. ولو حصلت هزة أكبر، يبقى خسر بالدولار رغم العائد العالي. عشان كده المستثمر يطلب عائد كبير، تعويض عن 3 حاجات: مخاطرة الصرف، زائد مخاطرة الخروج، زائد مفاجآت السوق. وأخطر حاجة، لما الكل يقرر يخرج في نفس الوقت، الكل يطلب دولار، الضغط يزيد، العملة تتوتر، والخروج يبقى أصعب. وفي الآخر، طالما الفلوس دي داخلة في أذون وسندات، فهي دين على الدولة، أصل زائد عائد.